بس يا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين، يا رب تكونوا في احسن حال وفي اتم صحة. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم بقى الاكل بتاعنا. النهارده اكل شعبي، الاكل المصري بقى الشعبي اللي احنا يعني بياكل والله احسن من الطبيخ، وكتغيير وتوفير. من اكلاتنا بقى الشعبية احسن حاجة بنعملها العدس، وبالذات كمان في الشتاء. لكن انا المره دي يعني عاملاه كده، يعني رموز، مش عامله كتير، مش مكتره يعني. عملته معاكم قبل كده على القناه، عملت شوربه عدس، وعملت فتة العدس برضو، وعملته بنفس الطريقه دي. معايا هنا العدس طبعا على البوتاجاز في ميه سخنه، وبعد كده بضيف عليه بقى الخضار بتاعي اللي هو البصل والطماطم. بكتر له الطماطم شويه، وكمان بضيف عليه جزر حلقات كده. سيبته بقى لغاية ما تتهري كل الحاجة دي، الخضار يتهري مع العدس. وطبعا ببقى متابعاه، يعني هو لسه الوقت ما استواش وبدأ ينشف مني، فبضيف له المية حبة بحبة كده، لغاية طبعا ما يستوي معايا ويتهري كويس قوي. بعد كده خلاص كده هو العدس استوى، سيبته بقى وبدأت اقلي البتنجان وفلفل. وهنا كمان معايا بطاطس مقطعاها صوابع كده، بس سلقاها. الطريقة دي بتبقى جميلة جدا. انا بسلقها نص سلقة، وبعد كده عشان لما تتقلي تبقى مقرمشة. وهنا بقى اخدت البتنجان، هبدأ بقى احط له الدقة بتاعته. الدقة دي عبارة عن توم، وكمان شوية ملح وشوية كمون وكزبرة وشوية شطة. لو عندك فلفل حار برضو ممكن تضربيه مع التوم. وبضيف له كمان اعصر عليه ليمونه، واضيف له شويه خل، بيبقى جميل جدا ما شاء الله. يعني انا عندي بيعجب الاولاد قوي، وبيتاكل كله ما شاء الله، يعني بيبقى جميل جدا جنب اي اكل. هنا بقى العدس بعد ما برد طبعا وضربته في الخلاط زي ما قلت كده لحضراتكم. كده بقى نزلته على النار تاني، حطيته في الحله تاني بقى، ونزلت معاه التوابل وطشيته بالثوم. التوابل بتاعتي شوية ملح وشوية شطة وكمون وكزبرة، بكتر الكمون شوية، وبابريكا كده نص معلقة صغيرة بابريكا. وببدأ بقى اقلب التوابل بالثوم كده معاه، لغاية بقى ما اسيبه كمان يعني يغلي كده شوية، غلوتين كده على البوتاجاز. والله كان جميل جدا ما شاء الله. ويعني مش هقول لكم يعني ما فضلش، لو فضل حبه الصبح برضو ما بنسيبهمش يعني. وهو كتوفير وتغيير برضو في الاكل، والاكلات الشعبيه دي بتاكل وبتبقى جميله جدا. هنا اخر حاجه انا بعملها طبعا البطاطس اللي احنا قلنا انا سلقاها نص سلقه. ممكن برضو تقطعيها مكعبات وتسلقيها برضو زي ما قلنا كده نص سلقه، عشان تبقى مقرمشه وجميله معاكي. بعد كده طبعا بقليها بقى، انا بقلي البطاطس قبل ما يعني ما اجهز الاكل يعني على طول عشان تبقى سخنه. نزلت البطاطس على نار هاديه، وبهدي يعني بيبقى على نار عاليه الاول، بعد كده بهدي النار. البطاطس اللي بتفضل معايا بقى ممكن اقليها تاني يوم طازه زي ما نحتاج. السفره بتاعتنا جاهزه، اكل شعبي جميل، وكله الحمد لله من فضل ربنا. اتمنى لو عجبكم الفيديو لايك حلو، وتنوروني باشتراك في القناه، والقاكم بخير ان شاء الله.